حكاية قديس وشهيد، عارفين ازاي عرفنا شكل العذراء مريم الحقيقي؟ القديسة العذراء مريم طبعا احنا ما كناش هنعرف شكلها لو ما كانتش اترسمت ليها أيقونة أو صورة زمان، ما كناش هنعرف الشكل الحقيقي ليها. فدايما بنسأل نفسنا العذراء مريم جميلة في الشكل، فبنقول مين ده اللي عرف يجيب شكل العذراء مريم في الحقيقة علشان يرسم ليها الصور الجميلة دي؟ كان في أيام العذراء مريم قديس اسمه لوقا البشير. القديس ده كان طبيب، كان معروف عنه بالرسم الجميل جدا، وكان القديس لوقا بيقعد مع العذراء مريم كتير وبيتكلم معاها، وعارف شكل العذراء مريم كويس جدا لان كان شبه ان هو عايش برضو معاهم وبيشوفها كتير جدا. وبرضو كان ايام رب المجد يسوع المسيح فعرف شكلهم كويس، فرسم ايقونه للعذراء مريم وهي شايله طفله على بطنها وهو رب المجد يسوع المسيح، وبرضو راسم صور للسيد المسيح وهو كبير، وعامل ايقونات وصور كتير جدا. والصور والايقونات دي موجوده في كنيسه القيامه من حوالي 2000 سنه، لكن لسه موجوده هناك. والقديس لوقا هو اللي كاتب انجيل لوقا، هو اللي عرفنا شكل العذراء مريم الحقيقي. وبركه العذراء مريم والقديس لوقا تكون معانا، ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين.